بتحبوا المانجا وبتحبوا ترافل المانجا بس ما عندكوش ولا بسكوت ولا كيك. تعال نعمل النهارده كيكه حلوه جدا ببيضتين بس وكوبايه دقيق. هنعمل احلى ترافل مانجا بطريقه سهله جدا، مسقيه كده صوص حلو جدا وبسيط، كلها مانجا في مانجا. قبل ما ابتدي الوصفه احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي اميره داوود، دي القناه بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير عشان نعمل ترافل المانجا اللي طعمه خطير ده. زي ما انتم شايفين كده طعمه وشكله كده في حتة تانية خالص. ما عندكيش كيك، ما عندكيش بسكوت، يلا كده ببيضتين وكوبايه دقيق نعمل احلى كيك بطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد مني وقت خالص ولا مجهود، وكمان بدون زيت ولا زبده ولا سمنه. نقول كده بسم الله، وبجيب بوله بحط فيها بيضتين عشان هعمل كده الاسبونش البيتي بطريقه سهله وبسيطه. بيضتين بدرجه حراره المطبخ، بحط عليهم كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من النشا. بحط كل المكونات على بعضها كده، وبحط مع نص معلقه من البيكنج باودر وذره من الملح، وعندي كمان معلقه صغيره من محسن الجل ده عشان تنجح معانا الكيك او يعمل معانا سبونج. بنحط الاساسي المحسن ده، وبحط نص كوبايه من السكر، وعندي نص كوبايه من الميه المثلجه، لازم يبقى فيها قطع تلج كده. بعد كده بالمضرب الكهربائي، لازم مضرب كهربائي، واضربها كويس جدا على اعلى سرعه لحد ما تضاعف حجمها ولونها يفتحي زي ما انتم شايفين كده. شايفين قوامها عامل ازاي ولونها اختلف تماما، علشان المحسن اساسي. عشان نعمل سبونج البيتي لازم محسن. بعد كده بجيب القالب ده وبدهنه زبده او سمنه او زيت، وبحط فيه ورق زبده، وبحط الكيك زي ما انتم شايفين. قبل ما نحضر الكيك بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، بيقعد تقريبا معايا من ربع ساعه لتلت ساعه. بدخله الفرن في الرف الاوسط. وبعد هنحضر بقى خليط التسقية. جبت كده منجاية كبيرة عصرتها وخدت منها كوبايتين او منجايتين كبار. حطيت معلقتين من بستر كريم ومعلقتين من نشا. طب لو ما عنديش بستر كريم بحط 4 معالق كبار من النشا. بقلبهم الاول على البارد كده، وبعد كده ببتدي ان انا ارفعهم على نار هادية، وافضل اقلب فيهم لحد لما اوصل لقوام زي المهلبية كده. عقبال ما تتعمل كده معايا على نار هاديه، ببتدي ان انا اجيب نص كوبايه من الكريم شانتيه، عليهم نص كوبايه من الحليب الساقع، واضربهم لحد لما بوصل لقوام كريمي ده زي ما انتم شايفين. وكده انا حضرت الكريمه كمان بتاعتي كريم شانتيه. شايفين القوام بتاع البودنج بتاعي عامل ازاي؟ ده القوام اللي انا عاوزاه. بعد كده ببتدي ان انا اصبه كده في بوله او حاجه لحد لما يبرد شويه. مش عايزاه يبرد تماما لانني اوريدي هحط عليه كمان جيلاتين، ولازم يبقى سخن عشان انا هحط الجيلاتين في حاجه احطه على السخن. انا هحطه على البرد وبعد كده احطه على السخن. الكيكه طلعت معايا زي ما انتم شايفين، ارتفاعها حلو جدا. ببتدي بعد ما تبرد تماما بشيل منها ورق الزبده، وابتدي ان انا اقطعها طرنشات كده زي ما انتم شايفين. شايفين الكيك عامل ازاي؟ حلو جدا بدون بقى ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. على فكره انت ممكن تستخدمي اي نوع كيك، او حابه اي نوع كيك حابه تعمليه اعمليه. عندك بسكوت ممكن تعمليها بالبسكوت اللي موجود عندك اعمليه. بس انا حبيت الناس اللي ما عندهاش لا بسكوت ولا كيك تعمل كيكه بسيطه بمكونات كلها سهله وبسيطه. بعد كده بردت معايا شويه البودنج، حطيت عليه نص كميه الكريمه اللي انا ضربتها معاكم، وهضربهم على بعض كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بجيب نص كوبايه من الميه، عليهم معلقه كبيره من الجيلاتين البودر، واقلبهم كويس جدا. وبعد كده بضيفها على طول على الخليط ده، لان اوريدي الكريمه عندي دافيه شويه، مش سخنه قوي ولا بارده خالص. ببتدي ان انا اضربهم كمان ضربتين كده، وكده انا حضرت الخليط بتاع التسقيه او البودنج. بعد كده بجيب القوالب بتاعتي او الكاسات، او زي ما انت عاوزه حابه ان انت تحطي فيه الترافل بتاعك. بتبتدي ان انت ترصي الاول طبقه من الكيك، وعليهم تسقي عليها كده طبقة البودنج او خليط التسقية زي ما انتم شايفين. وبعد كده ببتدي نعمل طبقات بقى، طبقة من الكريمة وبسقيها من الخليط البودنج اللي احنا عملناه كده مع بعض. بخلص كل الطبقات، واخر طبقة بسقيها كده بسقي عليها البودنج او خليط التسقية ده، وبدخله التلاجة كده ساعة ساعتين زي ما انت عاوزة لحد لما يتماسك، مش هياخد معاكي ساعة. وبعد كده بقيه الكريمه اللي انا ضربتها معاكم بحطها في كيس حلواني، وابتدي ان انا اغطي الوش بتاع الترافل ده كله بالكريمه زي ما انتم شايفين كده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده.
وبعد كده جبت مانجايه كبيره قطعتها مكعبات وحطيتها فوق الوش. حابه ان انت تحطي من جوه مانجا مفيش اي مشكله، بس حبيت ان انا ابسطها كده واخليها لكم شويه بسيطه لان اوريدي البودنج بتاعي فيه عصير مانجا. جربوها بجد تحفه، وطبقات الكيكه كده حلو جدا، وخليط التسقيه او البودنج اللي انا عملته بجد خطير، طعمه حلو جدا، عادل الكيك كده طعم حلو قوي، يعني جوسي في نفس الوقت تحسي ان هي اشطوطه. بجد جربوها مش هتندموا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.